كل عام وانتم بخير. عيد سعيد عليكم. هنعمل مع بعض شوية بسكوت كده سريع، سهل وبسيط جدا، ان شاء الله يعجبكم. هيبقى عندنا كوبايتين من الدقيق. طبعا شلت منهم معلقة وحطيت بدلها معلقة نشا. هحط ربع معلقة صغيرة جدا من البيكنج باودر. هضيف رشة ملح. هضيف هنا بقى نص كوباية من السمنة ونص كوباية من السكر. طبعا ممكن نحط زبدة، لكن زيت بلاش زيت. هضيف بيضة، هضيف لها طبعا الفانيليا، وهضيف هنا رشة الملح اللي انا قلت لكم عليها انا هضيفها على الدقيق. بعد كده هقلب لغاية ما الخليط يبدأ يفتح معايا كده، وهبدأ انزل بقى الدقيق. طبعا انا حاطين له ربع معلقة صغيرة جدا من البيكنج باودر. هشيل منه معلقتين كده لحد ما اشوف العجينة هتلم معايا ولا هنحتاج الدقيق ولا لا. هبدأ ألم كده زي ما انتم شايفين اهو. في الاخر برضو حطيت معلقتين الدقيق. طبعا هلمها بايدي كده. عايزه اقول لكم لو الجو حر نحطها في التلاجة شويه، الجو حلو هنسيبها عادي. عايزه اقول لكم ان انا هبدا اشكل كده اي تشكيل بايدي، مش هحتاج ان انا اجيب قمع او اجيب مكنه او اي حاجه. انا هعمله كده سريع بايدي وهشكله. عايزه اقول لكم ان ده بسكوت تحفه جدا. زي ما انتم شايفين كده انا بشكل اي حاجه. عايزه اقول لكم ان انا عملت يوم الوقفه سهل جدا وسريع. انا عملت منه مقدارين، عملت منه بالشوكولاته وعملت منه اللي هو بالفانيليا زي ما انتم شايفين كده. طبعا شكلته اهو. شايفين طريقه التشكيل سهله جدا وبسيطه. عايزه اقول لكم جيت برضو على جزء تاني عملته بالكوبايه. قطعته يعني بكوبايه. ممكن كوبايه او عندك قطعه عادي باي حاجه براحتك خالص. زي ما شايفين كده عملت شويه ورد زي ما انتم شايفين اهو، شكله تحفه. ودخله الفرن على طول. وعملت برضو بالشوكولاته. عايزه اقول لكم ما خدش وقت خالص، حوالي ربع ساعه وبس كده. وده كان شكله. وكمان زينته، حابه تزينيه ماشي تمام، مش حابه براحتي خالص. جبت شوكولاته مطبخ، سيحتها كده في حمام ميه وعليها نقطه زيت. وهبدا الزق كده البسكوتات زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم تحفه جدا. محدش يصدق ان ده بسكوت اقتصادي، ما خدش مني وقت. عايزه اقول لكم عامل كميه حلوه جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.